السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة أنا وجدت هذا الفيديو وهو منتشر كثيرا، يعني تعجبت صراحة. آه، قليل من الردود عليها. في بعض الأخوة جزاهم الله خيرا ردوا عليها، ولكن الإنسان ينتبه للشبهات أكثر لأنها تفسد القلوب، وبعد الشبهة تأتي الشهوة ثم الاعتقاد، يعني واحد يبتعد عن دين الله. في أيضا يعتقد عبد الله مبارك يقول المعاصي بريد الكفر، لأنها تؤدي يعني معصية ثم شهوة ثم تعلق ثم شبهة ثم يقسى القلب ثم يبتعد القلب عن الرب. طيب، المهم، فهذا الفيديو الآن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع. هذا الفيديو منقطع من فيديو على اليوتيوب. الفيديو 5 دقائق، ولكن هنا قريب من دقيقة. هذا أعتقد ملحد تونسي، ويشجعه جوان الكذاب، جوان أيضا نصراني، إلى آخره. فهؤلاء أنا أريد أبين لكم شيء حقا يا أخوان. الإنسان إذا سمع شيء أن يتأكد ويتحرى من هذه الأدلة. إذا وجد دليل فلنرى علماؤنا ماذا يقولون عن هذا الدليل. فهمتوا كيف؟ الإنسان لا يعطي كل ثقة ويسلم لهم الأمر تسليما، لأنه بالنهاية هؤلاء يعني يريدونك أن تخرج من قانون إله إلى قانون بشري، أن تعبد نفسك، هواك يعني. فيرمون الشبهات ولا غاية لهم سوى الابتعاد عن الرب. هذا فقط ما يريدونه منك. طيب، أطلنا في المقدمة، ولكن نبدأ. بسم الله. إن اليوم شرب محمد صلى الله عليه وسلم الخمرة، ثم ذهب فألقي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر أبدا أبدا أبدا. الخمر ما شربه. إلى مزبلة، ثم أغمي عليه فيها، وكان أذكر مات، فجاء الخنزير فأكل من أذنه، فجاء أصحابه أبو بكر يدوروا على رئيس العصابة صلى الله عليه وسلم، فوجدوا شارب للخمر نايم على المزبلة النجاسات، والخنزير أكل من أذنه. فلأجل هذا حرموا الخنزير وحرموا شرب الخمر يوم طيب، من الأيام. ما قطعت ولا شيء صراحة. أصلا أنا ما بعمل مونتاج حتى بالفيديوهات. تمام، أنتم هلأ سمعتوا هذا الفيديو. طبعا هذا مبتسم مبسوط، لأنه الإنسان يعني عدو ما جهل والله، وعدو الإنسان الأكبر هو جهله صراحة. هذه مصيبة وطامة. نذهب إلى اليوتيوب ونسمع ماذا كان يقول عرعور. وهذا الفيديو أصلا منقطع. الرواقص القوارض، الروافض هم الذين قطعوا هذا الفيديو صراحة ونشروه. حقيقة الفيديو نسمع ماذا يقولون. الآن نحن في اليوتيوب نسمع. هذا الكذب في كتاب ألف في أوروبا، يقول فيه لماذا حرم الإسلام الخنزير في كتاب ألف في أوروبا. إذن عندما كان يتكلم لم يأتي بحديث ولا بصحابي، لا مرفوع ولا مقطوع ولا مرسل، ولا أصلا في يعني دواوين كتب أهل السنة والجماعة. هو كتاب ألف في الغرب. سبحان الله العظيم. هؤلاء والله العظيم نصتهم بالكذب والتدليس. طنيرية. حرم الخمر. يقولون لماذا؟ يقولون لأن نبيه ولماذا الإسلام يتشدد في النجاسات؟ ما عندهم طهارة، كثير منهم ما عندهم طهارة، يبول في سرواله كان ما عندهم طهارة. كثير منهم، ولا كثير، وليس كل واحد. فألف الكتاب يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عصابة، رئيس عصابة في جزيرة العرب، فشرب مرة رئيس العصابة وكان يقطع الطريق وكان فالغافل منهم ويقرأ هذا الكلام يتأثر به، يقول كانوا عصابة شكلها مع أبي بكر وعمر وكذا وعثمان وعلي رضي الله عليهم. وهذا الكتاب موجود، يعني موجود باللغة الإنجليزية. ثم يوم من الأيام شرب محمد صلى الله عليه وسلم الخمرة. طيب، من هنا بدأ يعني تدليسهم. قطعوا هذا الفيديو، قطعوا هذا المقطع، وثم نشروه بين الناس. وبصراحة الفيديو منتشر، يعني عليه كثير مشاهدات. فنستمر. ثم ذهب فألقي
إلى مزبلة ثم أغمي عليه فيها، وكان أذكر مات، فجاء الخنزير فأكل من أذنه، فجاء أصحابه أبو بكر يدوروا على رئيس العصابة صلى الله عليه وسلم. طبعا سبحان الله، أصلا القصة غير صحيحة، يعني هي كما ذكرت قبل قليل هي غير مذكورة ولا كتب من كتب أهل السنة والجماعة صراحة هذا الكلام، والشيخ ينقل عن كتب الغرب صراحة غير موجودة عندنا صراحة. وجدوا شارب للخمر نايم على المزبلة النجاسات، والخنزير أكل من أذنه، فلأجل هذا حرموا الخنزير وحرموا شرب الخمر، وصاروا النجاسات يبعدوا عنها حتى لا يوقعوا فيها مثل ما ظنوا افتروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع فيها. هذا الأحمق الجاهل عندما يقرأ مثل هذا، فهمت يا أحمق يا جاهل، فهمت الكلام ينطبع في ذهنه هذا السوء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ثم يأتي تصرف بعض المسلمين. هناك تصرف لبعض المسلمين يتصرفون تصرفات سيئة، فيربط في ذهنه ما قرأه بما يراه من تلك الصور. صحيح، يقرأ ما رأه من تلك الصور فيقول إن هذا هو الإسلام، وبعض هذا حاقد. هذا الدليل بأن هؤلاء لا يستطيعون أن يردوا بدليل، ودائما نحن نقول والله سبحانه وتعالى وضع لنا قانونا للتحدي، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآيات. دائما في تحدي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دائما هذا موجود صراحة. فهؤلاء إذا كانوا صادقين حقيقة فليأتوا بكتابهم ونأتي بكتابنا، أي شيء يريدون. المسلم دائما، الموحد دائما مستعد للمناقشة وللمباهلة. الأصل في الأمر توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك فيه. جيبوا كتابكم، ولكن إذا تنتصرون بهذا الشكل هذا صراحة لا يفعله حتى الثعلب. أنا فقط أريد أبين هذا الأمر، بينت المقطع فقط حتى لا يلتبس على أحد من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.